أثار فيديو ظهور المتظاهرين المؤيدين للمعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري وهم يرقصون الدبكة السورية وينشدون الأغنيات الفلسطينية والشامية القديمة. أثار هذا الفيديو استفزازا للكثيرين بين جموع الشعب المصري، خاصة بعد أن أكدت هذه المقاطع المصورة وجود متظاهرين من سوريا يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين هناك فروا إلى مصر بعد تولي محمد مرسي الحكم لتكشف الإحصائيات والحقائق عن دخول أكثر من 140 ألف أسرة سورية إلى مصر، منها 45 ألف أسرة ينتمون لجماعة الإخوان. كانت تقوم القيادات الإخوانية في مصر بمساعدتهم ماديا ومعنويا في مقابل دعم الإخوان في مصر. دخلنا إلى ميدان رابع العدوية، الميدان الأشهر للمعتصمين من أنصار المعزول، لنسأل سؤالا واحدا: أين يتجمع السوريون والفلسطينيون المؤيدون لشرعية مرسي؟ فقابلنا سيل من الشتائم وكادت أن تكسر الكاميرات، لولا أننا وافقنا أن نصور ما أرادوا أن يقولونه بعيدا عن سؤالنا الأساسي. وبعدين جايين عشان نصر الإسلام بس، لا فقط غير. وبعدين دول عصابة عايزين يقسموا البلد على بعضها. 90% من الحكام العرب خذلونا، كل الشعوب العربية مساندة لينا. منذ أيام تقرر السلطات المصرية عدم دخول أي سوري لمصر دون الحصول على تأشيرة دخول، والتي تم إلغاؤها في عهد الرئيس المعزول الذي كان يطمح هو وقيادات الجماعة لدخول الآلاف من السوريين المؤيدين له المنتمين في الأساس للإخوان المسلمين وباقي التيارات الإسلامية، في الوقت الذي تتزايد فيه حملات الاعتقال ضد شباب من حماس للاشتباه فيهم، خاصة بعد القبض على مجموعة في شقة. كشفت وزارة الداخلية المصرية أنها تحوي على أسلحة ثقيلة وقنابل يدوية، حيث تزامن مع هذه الأحداث تدمير الجيش المصري لغالبية الأنفاق على طول الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية. إلا أن الصحف المصرية كشفت مؤخرا أن المتهم الرئيسي في جرائم التعذيب في ميدان رابع العدوية هو صديق مقرب لإسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة. منى عشماوي، الجديد من القاهرة.